التمثال اللي قدامنا ده لملك من أهم ملوك الدولة القديمة، وخصوصا الأسرة الثالثة، صاحب الهرم المدرج في سقارة. طبعا عرفتوه، الملك زوسر. التمثال ده أول تمثال يتم العثور عليه في الحجم الطبيعي، يعني في حجم الإنسان الطبيعي، ولا هو كبير قوي ولا هو صغير. مصنوع من الحجر الجيري الملون، بيظهر فيه الملك زوسر وهو لابس على راسه النمس، وهو أحد شعارات الملك في مصر القديمة. وكمان بيرتدي معاه الشعر المستعار، ودي المرة الوحيدة اللي هنشوف الملك لابس الشعر المستعار والنمس مع بعض. كمان هنشوف الملك زوسر لابس عباءة عيد الحبسات، وده عيد عند المصريين القدماء كان الملك بيقوم بيه كل فترة علشان يثبت ان هو لسه قوي. وكنا عملنا فيديو مخصوص عن العباءة دي، هسيب لك اللينك بتاعه في اول كومنت. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية تمثال الملك زوسر، نتقابل ان شاء الله في حكاية جديدة.